قال معهد الدراسات الأمنية الذي يوجد مقره الرئيسي في عاصمة جنوب إفريقيا بريتوريا إن جبهة البوليزاريو الانفصالية تخسر معركتها بشكل تدريجي ومستمر أمام المغرب في قضية الصحراء في ظل تزايد الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي لحل النزاع تحت السيادة المغربية. وجاء هذا في تقرير نشره المعهد يرصد فيه تطورات قضية الصحراء، حيث قال إن الدعم الذي كان موجها لجبهة البوليزاريو يتراجع في إفريقيا، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي تعترف به حوالي 22 دولة، بينما سحبت عدة دول أخرى اعترافها أو جمدته في السنوات الأخيرة بانتظار حل النزاع. في المقابل يسجل المغرب أن 22 دولة إفريقية قد فتحت قنصليات في الأقاليم الجنوبية، مما يشير إلى دعم سيادة المغرب على الصحراء حسب التقرير. أما على الصعيد الدولي يقول التقرير أنه يوجد تراجع أيضا في دعم البوليزاريو، لكن الضربة الأكبر جاءت من اعتراف 3 لاعبين كبار بخطة الحكم الذاتي التي تقدمها بها المغرب، مشيرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء في 2020، ثم إسبانيا التي أعلنت دعمها لمبادرة الحكم الذاتي في 2022. وأضاف تقرير في هذا السياق بأن التحول الأكبر الذي قد تحدو حذوه دول أخرى كان الرسالة الأخيرة من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى الملك المغربي محمد السادس. هذه الرسالة دعم ماكرون خطة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الأساس الوحيد لحل النزاع. صدر بالجريدة الرسمية الفرنسية بتاريخ 5 غشت الجاري قرارا لوزير الداخلية الفرنسي يقضي بتوشيح عبد اللطيف حموجي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بميدالية الشرف الذهبية للشرطة الوطنية الفرنسية. وجاء في قرار الدولة الفرنسية أن ميدالية الشرف الذهبية تمنح بصفة استثنائية للسيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني بالمغرب. الحموشي مدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني كان قد حل مؤخرا بفرنسا والتقى كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية الفرنسية. ويتعلق الأمر بكل من سيلين بريتون المدير العام للأمن الداخلي ونيكولا ليرنر المدير العام للأمن الخارجي بفرنسا. وشملت المباحثات التي جرت في يونيو الماضي سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والرفع من مستويات التنسيق وتبادل المعطيات الاستخباراتية والعملياتية حول مختلف التهديدات الصادرة عن المنظمات المتطرفة وشبكات الجريمة العابرة للحدود الوطنية. كما التقى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني أيضا بفريدريك فو المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية، وأجرى معه مباحثات مكثفة خصوصا فيما يتعلق بوضع آليات استفاقية لتقييم المخاطر وتبادل المعطيات على هامش العمل المشترك في تأمين الألعاب الأولمبية الصيفية بباريس 2024. أفاد التقرير إعلاميا أن مصالح الأمن بمطار شارل دي غول بالعاصمة الفرنسية باريس فجرت أول أمس لاحظ فضيحة كبيرة مدوية جديدة في وجه نظيرتها في الجزائر، وذلك على خلفية عثورها على مبلغ مالي كبير ضخم مهرب وصفته بالقياسي جرى ضبطه بحوزة شابين قادمين من بلاد الكابرانات. وبحسب ذات المصادر فالمبلغ المالي المهرب بلغ 2.4 مليون يورو، أي ما يعادل 2.5 مليار سنتيم مغربي، الأمر الذي أثار شكوكا واسعة لدى بعض الأصوات التي تحدثت أصحابها عن وجود جهات بمطارات الجزائر تيسر الطريق لكل الخارجين عن سلطة القانون من أجل تهريب أموالهم المشبوهة نحو الخارج. في وقت يرى البعض الآخر من المتابعين أن ما حصل يلخص بصدق حجم الفوضى والتسيب الذي تعيش على وقعهما كل مؤسسات الدولة في الجارة الشرقية.
في سياق متصل أشارت ذات التقارير إلى أن شابين القادمين من الجزائر كان بصدد الفرار بأموالهما المهربة صوب مدينة اسطنبول التركية عبر مطار شارل دي غول الفرنسي قبل أن يتم توقيفهما واحتجازهما من قبل مصالح الجمارك المتخصصة في المراقبة الخارجية بتهمة عدم الامتثال لقانون حركة رؤوس الأموال والاشتباه في تهريب العملة.